في تصرفات صغيرة جدا بنعملها كل يوم مع أولادنا من غير ما ناخد بالنا، لكن الحقيقة إنها بتكسر قلب طفلنا وبتهد العلاقة بيننا وبينه. تعالوا نشوف مع بعض إيه الحاجات دي يمكن نصلحها قبل ما نخسر ولادنا. أول حاجة ومن الحاجات المهمة جدا وعايزك تركز معايا، عدم فهم نمط طفلي. أكبر خطأ ممكن تدمر بيه علاقتك بطفلك إنك ما تفهمش شخصيته. يعني مثلا لو هو طفل حركي بيعمل حركة زيادة وفضولي، وجي عمل أي حركة زيادة بتعتبرها أو إحنا كلنا كآباء وأمهات بنعتبرها سوء سلوك منه. يعني مثلا ابني وقع عصير على الأرض بالغلط طبعا، بدل ما بفكر ليه حصل كده بزعق له وبقول له أنت فاشل وعمرك ما بتتعلم، والنتيجة إن الطفل ده بيحس إنه غلطان طول الوقت ومش مقبول. تاني حاجة من الحاجات برضو المهمة، التذبذب في التربية. يعني إيه؟ يعني حضرتك بتتساهل وشديد مرة وقاسي جدا معاه، ومرة تانية بتبقى الدنيا معاك فري. يعني إيه؟ يعني حضرتك النهاردة سمحت له يقعد على الموبايل ساعتين مثلا، وبكرة عاقبته علشان قعد نص ساعة. فالطفل هنا بيتلخبط، بيجيله حالة ايرور وما يعرفش حدود واضحة ليه. التربية محتاجة حب ثابت مع قوانين ثابتة. يعني من الآخر يا جماعة، اعملوا سيستم، بس أهم حاجة يكون سيستم واضح فيه كل حاجة من غير تحكم في الطفل. طيب تالت حاجة معانا ومن الحاجات المهمة جدا، المقارنة بالآخرين. أصعب حاجة على الطفل لما تحسسه إنه أقل من غيره. يعني مثلا لما تيجي تقول له شوف ابن خالتك حافظ القرآن كله، أو أختك أشطر منك. المقارنة دي بتقتل الثقة بالنفس. بمعنى إيه؟ إن الطفل ده يبدأ يحس إنه مهما عمل مش كفاية. طيب رابع حاجة معانا وهي تجاهل مشاعره. لو ابنك خايف أو متضايق وقلت له يا ابني دي تفاهة أو استرجل كده، زي ما احنا كلنا بنقول لأولادنا أوقات. يعني مثلا الطفل خايف ينام في أوضة لوحده، وانت بدل ما تحتويه بتضحك عليه وبتزعق له، وده بيبعت له رسالة مهمة جدا وخطر جدا، إن مشاعره مش مهمة بالنسبة لك كأب أو أم، وده بيبعده عنك عاطفيا تماما. طيب خامس حاجة معانا ومن الحاجات المهمة جدا برضو، الصراخ والعصبية المستمرة على أطفالنا. الصوت العالي بيخوف الطفل حتى لو مش غلطان. يعني مثلا لو كب المية على الأرض وانت زعقت له بصوت عالي وبعصبية، هو ممكن يسمع الكلام ده من الخوف، وممكن يسمع كلامك وينفذه بس من خوفه منك، لكن الحب بينكم بيقل، ومع الوقت مش هيحكي لك أي حاجة. خلي بالك دي من الحاجات الخطر جدا. طيب سادس حاجة معانا، استخدام الضرب والإهانة. الضرب مش بيربي، الضرب بيكسر جوه الطفل حاجات مش بتتصلح بسهولة. أول الحاجات اللي ما بتتصلحش إن هو بيحس بالإهانة. يعني مثلا لو كسر لعبته بالغلط والرد كان ضربه وإهانة ليه، هو مش هيتعلم يحافظ على حاجته، هو هيتعلم يخاف منك ويكذب علشان يتجنب العقاب. أكيد فهمني طبعا. سابع حاجة، وعود كاذبة وعدم الالتزام بالكلام. من أخطر الحاجات اللي ممكن نعملها مع أبنائنا. لما توعده بحاجة وما تنفذهاش، ثقته فيك بتقل كأب وأم. يعني مثال، لو خلصت مذاكرتك هوديك الملاهي أو هنروح الملاهي، هو خلص فعلا وانت ما وديتوش. مع الوقت الطفل ما بيصدقش كلامك وبيبدأ يكذب هو كمان. الأولاد يا كل أب وأم بجد مش محتاجين آباء وأمهات مثاليين، هم محتاجين حد يفهمهم بجد ويحبهم ويكون قدوة ليهم. جرب تبعد عن الأخطاء دي وهتشوف الفرق في علاقتك بولادك. ولو في خطأ انت بتقع فيه ممكن تكتب لي في التعليقات وهرد عليك طبعا. لو الفيديو ده ساعدك او حسيت انك عايز تغير حاجة في اسلوبك مع اولادك، اعمل لايك واشتراك في القناة علشان يوصلك كل النصايح الجديدة اللي بنعملها كل يوم. السلام عليكم.